هل ده سؤال للجمهور ولينا، هل في حد شايف ان في نهايه مسلسل حلوه السنه دي في كل المسلسلات؟ جاي لك يا شاب. استناني بيقول لي انت حاطط رجلك في وشي. شفت الكومنت ده؟ مش عارف. شايفينك متكبر عليه. عشان حاطط رجلي عليك، انت فاهم؟ بس خلاص. وده بيطنشنا اصلا ونايم كده في وضع اليونيفرس بتاعه. يلا يا عم. يلا يا عم، مالك متضايق مني ليه يا عم على الصبح؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم اصدقاء في كل مكان، فيديو جديد معاكم صديقكم امين محمد، ورجوعا مره اخرى لبودكاست العبطليه في نسخته الاستثنائيه في رمضان 2025، حلقه رقم 4 والاخيره، ومجهود خرافي واستثنائي. شكرا 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 شكرا. حفظت الانترو. حفظت. عجبك عجبني فشخ. عجبك. عوده مره اخرى لفاروق تي في برودكشن ستوديوز. لازم نرحب بمستر عبد الرحمن فاروق. شكرا على حسن الضيافه دائما يا صديقي. حبيبي. ونرحب بالشريك الثالث والثلاثي الخطير منذ ايام زبوز. احنا قربنا نكمل سنه والسنين قادمه باذن الله. مستر فاروق دياب، اهلا بك يا صديقي. بس احنا في ليله الوقفه، في ليله العيد، وانا مش عارف افتتحها ازاي. يعني احنا قاعدين حرفيا 3 ساعات متقدرين عشان حلقه واحده. كنا مصورنا من زمان قوي. كان زمان صورنا ومنتجنا ونزلت في ليله الوقفه. سبحان الله، فافضل مسلسل منتظرين نهايته متعلقين بسببه. بس عموما يعني هتقدر تقول ايه ده، تحس ان نسخه السنايدر كات هنصور لغايه ما الحلقه دي تنزل في يعني الاخر. احنا هنصور دلوقتي المسلسلات اللي اتفرجنا عليها لغايه ما تنزل لام شمسيه، وهنوقف وهنرجع تاني نشوفها ودي مش مشكلتنا، دي مشكله الشركه الجميله، ما نزلتش الحلقه لحد دلوقتي. ميعادها 9:30 عشان لسه بقت 11 وما نزلتش. بيقول لك كانوا بيمنتجوها امبارح. طب اقسم بالله ده بيشتغل على الحلقه بتاعته اكتر من ممثلين لام شمسيه. انا مش عارف اقول ايه اكتر من كده. عموما في البدايه دعونا نفتتح كلامنا في مسلسلات النصف الثاني من رمضان وحصاد الموسم الرمضاني بالكامل. يا رجاله ايه الكلام؟ ناوي ترتب ازاي؟ هنرتبها، بس يعني خلاص عايز كلمه بسيطه كده. موسم حلو. انت شايفه ايه؟ افتتح الكلام. في كل مش هنعترض دلوقتي، مش هنعترض على بعض، هنسيب المساحه لكل واحد يتكلم. مستر فاروق يلا. انا شايف ان هو موسم يعني بيناسب كل الاذواق. كل اللي عايز يتفرج على حاجه هيلاقيها الموسم ده. اللي عايز يتفرج على حاجه دارك خش في لام شمسيه. اللي عايز يشوف حاجه شعبي خش في فهد البطل وسيد الناس. اللي عايز يتفرج على كوميدي عندك النص واشغال شقه. فلا موسم ملم وبتاع، ما فيش مسلسل كاسر زي جعفر العمدة مثلا. تمام. او اللي هو واخد الترند، مع اني شايف ان لام شمسيه يعني ترند جدا، بس مش بنفس حجم اللي انا هسيب كله واركز عليه. حجم اهميه مش حجم شعبيه. عايز تقول كده؟ اهم هو شعبيه واهميه الصراحه. تمام. حد فتح تويتر وبص على الترند لام شمسيه لام شمسيه عشان الحلقه الاخيره. فين لام شمسيه؟ القضيه اللي بيناقشها برضه صعب ان تعدي تحت الرادار. موسم توتال شايفه ايه؟ موسم توتال انا شايفه موسم حلو. حلو جدا. يعني في مسلسلات كانت جامده قوي. عندك لام شمسيه، عندك هنشوف ترتيب الافضل والاسوء في الاخر. بس انت شايف الموسم هل اقوى من الموسم اللي فات مثلا اللي قبله كده يعني؟ مش اقوى بنفس المستوى. الموسم اللي فات كان فيه تحت الوصايه. لا اللي قبليه العرشه السبعه. لا العرشه صلة رحم ده 23 والله 23 في صلة رحم ولا السنه اللي فاتت ماشي. ومش فاكر واشغال شقه الجزء اللي فات كان في دايما الافوكاتو والكلام ده ماشي، كان معقول برضه. كان لطيف موسم حلو. وانت؟ انا شايفه مقبول. بس لو شلنا منه لام شمسيه هيبقى واقع جدا. حتى في اخواتي، برغم قوه اخواتي ماشي لوحده. تمام. اشيل السيزون. انا مش شايف انه اشيل السيزون. انا شايفه موسم مقبول. من غير لام شمسيه كان ممكن يكون واقع قوي. فلام شمسيه شال النص الثاني لوحده صول. انا شايفه موسم فعلا يعني متوسط. مش هقدر اقول موسم وقع ولا موسم قوي، برغم قوه لام شمسيه وقوه اخوات اللي احنا بنتكلم عليها. وكل مره اقول لك افضل مسلسل في رمضان، لا مسلسل عبثي، لا مسلسل في قضيه. هو موسم متوسط. عشان يعني انا مش عارف ليه لام شمسيه قهرني بسبب الحلقه الاخيره، خلاني مستفز. انا حاسس ان انا من ضمن عناصر الانتاج. متوقعها يعني وسام لما هيتسجن هينتحر. هنشوف الكلام ايه اللي هيحصل في نهايه الحلقه. عموما خلينا نفتتح الكلام في مسلسلات التيك ايزي والتيك اواي. تعال ناخد المسلسلات اللي انا اتفرجت عليها لوحدي والمسلسل اللي انت اتفرجت عليه لوحدك، وبعد كده نتناقش في المسلسلات اللي شفناها. ولو انت اتفرجت على حاجه لوحدك اتكلم فيها. ماشي. انا اتفرجت لوحدي على عايشه الدور وشباب امراه جوه بتاع 15 حلقه. شفت عايشه الدور لغايه الحلقه ال 12 وشباب امراه خلصت. الطاقه بتاعتك ايه؟ ما شباب امراه اتفرجت عليها عشان بحب تحيه كاريوكا وفيلم شباب المراه بتاع شكري سرحان. بصراحه يعني اختلاف ما بين المسلسل والفيلم ان المره دي الست مش شريره.
طيبه وبتخدم اللي حواليها وبتاع، عندها لحظات من الغضب والانفعال بس مش شريره. تمام. يوسف عمر عامل اداء لطيف، مش هقول لك وحش. غادة عبد الرازق برضو عامله اداء كويس. اللي خاطف المسلسل جامد محمد ممدوح. محمد ممدوح ما شاء الله عليه يعني، في الدراما زي ما هو في الكوميديا فخيخ. وخلي بالك هو شايل الدراما وشايل. معلش تايسون في الكوميديا. انا قلت محمد ممدوح. انا سكت. محمد محمود. ايوه محمد محمود بقى، معلش معلش مصحح يلا. اتفضل. محمد محمود في الدراما زي ما هو في الكوميديا بالنسبه لي. بالعكس هو كان شايل المسلسل كوميديا ودراميا. يا تمام. جدعان محمد محمود بدون مقاطعه انا اسف، بس في ولاد شمس طلع مشهد حلو فشخ. أنهي مشهد؟ أنهي مشهد؟ الراجل اللي اتخطف في العربيه مع احمد مالك. صح مشهد حلو فشخ. صح هو ممثل تقيل. انا زعلان والله انه ابتدى يشتغل متاخر ده حقيقي. في السن الكبير، بس هو ممثل جامد. هنجيله في مسلسل تاني لما اجي الكلام عليه، بس مسلسل شباب امرأة بصراحه بالنسبه لي مسلسل. عارف انت المسلسل اللي بيلعب في المنطقه الدافيه، اللي هو زي ما بيقولوا راس على السلم، لا هو فوق ولا هو تحت. طب ايه اللي حتة ممكن كده تقوله اللي هو- للناس اللي خلاك توصل للمرحله دي؟ انا ومستر فاروق ما عبرناهوش، عشان ما الفيلم اتكناش في حلقه. عشان الفيلم وعشان عندي في البيت بيحبوه فقلت ادوه. دوافع عائليه شخصيه. اخر دور لطيف بسرعه كان ايوه بسرعه لطيف بس طفولي. هو مسلسل اطفال كعاده كل كلام ممكن تقوله. يعني دنيا سمير غانم عامله مسلسل فعلا، وفي لحظات من الكرنج يعني اعتراضي ان بتوع ايجيبت مش عارفين ولا كلمه عربي. ليهم مش مصريين، مش عارفين مش عايشين في مصر. كل ما تقول لهم مصطلح دارج مش شعبي حتى، دارج ما بين الناس. ايه ده يعني ايه؟ طب انت قصدك تقولي كذا بالانجليزي، بيترجموها بالانجليزي. تقول له قصدي تقول يعني قالت واحد امك، قال لها امك قصدك مامي. مش اهانه يعني، عايز تقول اهانه مش اهانه؟ مش هم مش عارفين يعني ايه امك اصلا. فاهمني؟ طب ممكن تشرح لي القصه؟ منفصل عن الواقع. القصه عباره عن واحده كبيره في السن مخلفه عيلين. بنت اختها المفروض في بره مصر وعايزه تنزل جامعه في مصر، فقدمت لها مكانها ودخلت الجامعه مكانها عقبال ما هي تنزل مصر وتقنع امها انها تنزل مصر. عاشت بدور الشخصيتين. طب قصه ديزنويه يعني. فتاه جامعيه وفتاه كبيره في السن. المفروض مسلسل كوميدي. هل انت ومطلقه. لا ما بقول لك هو اطفال. الاطفال هيضحكوا بس انا لا. كملته ليه بقى؟ اسبابك؟ عشان عندي في البيت بيحبوا دنيا سمير غانم جدا. بس يا ريت يعني ما شاء الله خلوه يتفرج على مسلسلات احنا ما بصيناش. الحساسيه بتاعت الكواليتي. حساسيه الكواليتي. الراجل ما قالش حاجه، قال لك عشان بيتفرجوا عليه في البيت ايوه الدنيا مكمله. وعلى فكره مش وحش اللي هو كسيء، بس مش ليا، مش ذوقي يعني، ولا ذوقك ولا ذوق اي حد فوق 15 يعني انت برغم انك كملته بس انت عارف اميره اديب برضو كرنج شويه. عارف انت واخده اللي هو الباد جيرل بتاعت التسعينات في الافلام الاجنبيه. البنت المتنمره بتاعت لا فاهمك المدرسه. البنت الوايت بقى البيضه اللي بتتنمر وبتاعت المدرسه والسكولينج والكلام ده. هي دي بالظبط. ماشي، ده كان كلامك عن عايشه الدور ومسلسل شباب امراه. انا بصيت عليه يعني، اتفرجت على حلقه كده ومتضايق من احمد الجندي انه طلع البرودكت. انت كان ليك كلام على احمد الجندي ومعتز التوني. الاثنين عمل احسن ناس وفي الاخر طلعوا من المسلسلات ما بتضحكش. يا جماعه انتوا انتوا احسن ناس تكتبوا كوميدي او يعني تعملوا اخراج كوميدي. فين الكوميديا؟ ما بتحتش خالص في الاثنين. فده كانت مشكلتي معاهم ان هو لا مشروع استهلاكي يعني رمضان. هو انا شايف مش مضحك على قد انه مش ذوقنا يعني. حتى يعني منفصل انا حاسس عن الواقع. تينيجر بنت كده عندها 12 سنه داخله في 13 سنه هتنبسط هتنبهر. عايشه بدور لطيف حلو، بس مش للدرجه دي. ما تبقاش المستوى واعي بتاعك لدرجه الناس اللي بتتفرج على اعمالك بشكل دائم وعارفه الليفل بتاع اعمالك حتى لو ده مش ليها ما يخليكش تقفل منهم. دنيا سمير غانم بقى لها فتره كده يعني. ما فيش اخر. لا هو مش بقى لها فتره كده، هي بقى لها كده. لا هي بدأت حلو والله، بس يعني هي دورها في الفرح وبصراحه عشان ممكن حد يدي فيك الكومنت على الموضوع ده. ليه دايما لما حد بيتكلم عن دنيا سمير غانم يجيب دورها في الفرح وهو دور واحد في مسيرتها؟ انا عارف انها موهوبه استعراضيا وموهوبه تمثيليا وموهوبه اما كانت الكبير ومصريه مع يحيى الفخراني، بس هي بقى لها 15 سنه في نفس الحته دي. انت لا تراجع ولا استسلام والفرح والكبير ماشي. انا هم الاربعه. وانا كعبد الرحمن بحترم دنيا سمير غانم بشكل شخصي لانها من الممثلين تارجت اودينس القليلات اللي محافظه على مبادئ معينه ما بتكسرهاش. خطوط كده انا محترمها، هي محترمه نفسها. ما يعني نفكك بقى، مش عايز اجيب سيره حد، بس هي بتقدم فن عائلي حلو. ماشي. عموما نخش بقى على المسلسل اللي انا اعتقد انا اللي اتفرجت عليه لوحدي، مسلسل نص الشعب. اسمه محمد. والله كان نفسي اكمله بس يا جدعان الوقت. انت وصلت لفين؟
كام حلقه بس ما قدرتش ما تتفرجتش عليه خالص 3 حلقات مثلا. يعني حاجه شبه كده رغم ان انا شفت بدايه ناس بقى بيجلدوا النهايه. ايه رايك في النهايه؟ صح، انا قبل ما اوصل شفت للنهايه الناس كلها بتشتم في النهايه بتاعت نص المسلسل. الشعب. نص شعب وثواني، هل ده سؤال للجمهور ولينا، هل في حد شايف ان في نهايه مسلسل حلوه السنه دي؟ في كل المسلسلات؟ احنا في انتظار مسلسل ممكن يعني ينقذنا برغم التجدير اللي عاملها فينا. هل في نهايه حلوه؟ في كل ممكن المسلسلات. اقول بشكل شخصي ولا بشكل عملي؟ قلبي مفتاح. حسيتك رايح هنا. انا حبيت النهايه. في ولاد نهاية شمس حلوة. لطيف، لطيفه برضو، متوسطه. يا جماعه بحس والله العظيم ان الناس مش عندها متكروته دماغ. على الاقل. ده اللفظ اللي انا كنت بقوله حالا. ان إن ولاد هما شمس بيجوا في الآخر متكروته. يلا نقفل يلا. بالعكس انا شايف ان ويعملوا هم بيزنوهم لو قوي نقول بالقصة. اخواتي برضو متكروته ولا جداً. متسرعه؟ متكروته بس يعني عارف انت ان هي مناسبه للعالم العبثي اللي عملوه، بس برضه متكروته. مفيش حاجه كده الامباكت بتاع نهايه تخليك فاكرها مثلا. مفيش حاجه زي تحت الوصايه ولا صله رحم ولا اشغال يا شقه. لهوي، اشغال شقه نهايته حلوه. اشغال شقة. قفل لا. نوع. السنه اللي فاتت انت كان ليك كلام ان هو قفل وحش جدا. اخر 4 حلقات بس جه قفله مشهد النهايه كان لطيف. بتاع عربي بقى عموما. مسلسل نص الشعب اسمه محمد، يعني هختصره بجملتين، كان لطيف. وانا لو هدي اسباب على غرارك في المسلسلين انت اتكلمت فيهم، انا مش لاقي اسباب. ما تسالنيش ليه. مش عارف على ايه. مش لاقي اسباب ان انا كملته ليه. كملي. يعني لو هتقولي مثلا ده انا وقفت الغاوي برغم ان انا بحب احمد مكي اكتر من عصام عمر، وقفته بعد الحلقه 5. انا تعبت بقى، يعني ممكن اختصر كلمه الغاوي في نص الشعب اسمه محمد في جملتين. انا تعبت من ان انا عمال ادور على الساعه. تعبت شخصيا، انا كل شويه ادور على الساعه واخته. مهم يعني مسلسل نص الشعب اسمه محمد مسلسل لطيف، مسلسل كان حلو جدا. بس من بعد الحلقه الخامسه السادسه السابعه في الرينج ده والمنطقه دي، لا بدا يدخل بقى في بعد منطقه النص يعني. مش قادر اقول بعد النص، بس اقول لك قبل النص بحلقتين. لا افهمني. ايوه حاجه زي كده. مش قصده نص المسلسل، نص المسلسل. ايوه نص المسلسل، انا فاهم نص المسلسل. بس اللي بحاول اقوله لك ان هو لعبه القط والفار اللي عجبتني في اول 3 حلقات، لا كرهها ايه بقى ده اللي هو بص عارف الاستيك اللي بيلف كده. الشغل كله ابتدى في اخر الحلقه 11. صدق او لا تصدق. اصل احنا قاعدين، يعني ممكن اديكم نبذه حرق كده، ما اعتقدش حد فيكم عنده. يعني بص، اول 7 حلقات هو بيحاول يتجوز على هاجر السراج، بيحاول يتجوز مان السيد اللي هي طبعا عارفه وراضيه انها تتقابل او زوجه تانية. ده الموضوع معانا لغايه الحلقه السابعه. ايه اللي حصل من الحلقه السابعه؟ ان حماته عرفت ان هو مرتبط خارج طبعا العلاقه الزوجيه. من الحلقه السابعه للحلقه ال11 هو بقى اكتشف ان اصلا حماته وحماته المستقبليه هما الاثنين عارفين بعض وبست فريندز، اللي هو صدق او لا تصدق بقى، اللي هو ايه المفاجآت والقدر لما بيجتمع مع بعضه. فايه اللي حصل بقى من بعد الحلقه السابعه الحلقه ال11؟ هم اكتشفوا كمان ان هم يعني نفس الزوج، اللي هو طبعا الاسم بتاع المسلسل نص الشعب اسمه محمد، وهم الاثنين عاملين يتكلموا عن زوجة ابنها المستقبلي. ودي يعني انت فاهم قصدي؟ فهمت الكونسيبت ان ده بتتكلم على محمد ودي بتتكلم على محمد، ومحدش فيهم نص الشعب اسمه محمد، فاكيد مش هيبقى مش هو. واخر 4 حلقات بقى الموعظه او مش الموعظه، وطبعا واخدها بشكل الستايل لايت كوميدي، ان هم بقى قلبوا عليه وفلسوه بمعنى الحرفي، وخاله قلب عليه وامه قلبت عليه. وفي الحلقه الاخيره قفله انا اللي همنتج وانا اللي هقول بقى. يعني انا مش عارف. بص مسلسل يعني انا مش لاقي سبب ان انا كنت اكمله غير عصام عمر على رايك، وبقى داخل لسيكو بقى واتفرجت على طه دسوقي، وبحاول ابني من وجهه نظري الشكل الجديد للاجيال الجديده اللي نقدر نقول عليهم النجوم الصف الاول الجديد. بس ده ممكن يكون رايي عن نص الشعب اسمه محمد. انا عارف ان هو ما يكونش يكون رايي اصلا عن مسلسل، بس يعني واحد من اكتر المسلسلات اللي كنت متعشم فيها، بس يعني ايه طلع متوسط كالمعتاد. نخش على مسلسل بقى كان واحد من المسلسلات اللي ممكن يكون الافضل، مسلسل منتهى الصلاحيه. ايه ده؟ لا انا كنت بحسب ايوه الفيت والساعه. الغاوي؟ لا ظلم مصطفى. لا انت كنت انا بتحسب. كنت رايح على ظلم المصطفى. لا لسه منتهي الصلاحيه مسلسل. بصوا يا جماعه هو مسلسل هم بيعملوه ده مسلسل. لا خلينا اكون مختلف معاكم. هو مش مسلسل. يعني مثلا هقول لك حاجه، هقول جمله وانت لسه هتقول رايك. انا مش بعترض دلوقتي اهو، احنا بنسيب لبعض المساحه. بس اقول لكم جمله، يعني هو ايه مثلا لما فاروق قال ايه احنا ممدح على الاقل مختلف، بيعمل حاجه مختلفه، حته الرعب. منتهي الصلاحيه جاي من نفس صناع مسلسل صله رحم، سواء الكاتب او المخرج بعيدا عن الكاست التمثيلي طبعا. جاي من ناحيه اللي هو احنا هنتكلم عن مراهنات.
بس هو انا مش شايفك بتتعمق قوي. انا حاسس ان الموضوع ده ايه، ماركتنج، بعيدا عن ان هو ماركتنج، هو مش متعمق. يعني هل انت غرضك حاسس انا تضحكني؟ فعلا واحد ما يعرفش ايه هي المراهنات، وعنده فكره مبتذله جدا عنها، وعنده فكره مبتذله اكتر عن العواقب بتاعتها. الاب اللي بيقتل، اللي هيقتل مراته عشان يسرق دمانها وذهبها ويراهن ابنه ومش عارف، وهيضيع ال 500 في خساره بالشكل ده، بالظبط. خساره فاجعه. بس حاسس ان النهايه اللي هو ايه، انت ما توجعتكش. انت مش عارف هو عايز، انت مشجع الموضوع ولا ضده، ولا واقف في النص، ولا لغايه الحلقه ال 14 فعليا معاه مش معاه، بتلعب في الحته الدافيه. انا مش عارف، عادي مراهنات، في ناس بتراهن لعبه. لا بس موضوع الحرام اللي انت قلت عليه اتقال بصراحه وبوضوح من كذا حد في المسلسل. لا اتقال بعد النص الثاني، لا بعد النص الاولاني، اختلف. حلقه 7 تقريبا او ما هو ده ستة. النص الاول. ابو الراجل انا بقول لك اتقال في الاول، انت كنت عندك مشكله انه ما بيقولوش ان هو حرام. ايوه اول 7 اتقال حلقات باللفظ من شخصيات. انتوا حد فيكم ختمه؟ لا وزودوا عليها في اخر كام حلقه. اخر كام حلقه تمام، وانت ختمته معايا؟ ختمته. النهايه ما عجبتنيش كالعاده جدا كالعاده. جدا جدا جدا، النهايه مستعجله جدا، وما خدش فيها قرار على فكره. انت عارف قفل عند اللحظه بتاعت محمد وعبيطة فراج شوية. يعني. والحكمه اللي اتقالت في الاخر وهو واقف على السطح دي بقى. وفويس محمد فراج بقى الفويس اوفر. من ضمن الحاجات المشاكل اللي في المسلسل موضوع اللي هو بيحكي لنا جوه حياته وجوه شخصيته، بالظبط. جوه مخه وجوه عقله هو عايز يعمل ايه. لا وما وصلش ليه يا ابني ما مرضية تحكي ما شخصيته. تعمل. انت ما تعرفش هو حصل له ايه، هو خسر بنته ومراته بس يعني. انت عارف اكيد الاصل دي ما تعتبرش حرق، كله اتعاقب. بص واقف على السطح بقى، انت مش عارف هينط مش هينط، بيبص للسماء النهايه دي بتاع. متوقع، وانا ما رحتش هناك، متوقع ان هي الحته دي. بس انت ما تجيش بعد ما اديت 14 حلقه ماشي في السيناريو والناس ماشيه كده، تيجي في نص حلقه يلا عرض. لا واقول لك يعني الوقوع بتاعهم، يعني فكره الوازع الوضع الديني بالنسبه لي الابتذال. لا الوازع انا كان الديني نفسي يتعمق الصراحة. ايوه الوازع الديني دي مش حاجه قليله. انا عارف ان هو بيحاول يبعدوا عنها عشان يعمموا الموضوع وما يبقاش للمسلمين بس، برغم ان هو تارجت اودينس. مراهنات مش حلال في اي دين. ما انا فاهم، انا بحاول بتتكلم في ايه؟ انا مدرك، بس هم يعني جايبينها من دخلوا ناحيه البيتكوين الزاويه في الاسلامي. الموضوع. قال لك احنا نخش في البيتكوين نشتريه ونراهن اي عبث عشان ده في بيتكوين ترندنج دلوقتي عشان ترامب كسب ندخل Exactly. البيتكوين. حسيت ان الكاتب اللي هو انا عايز اعمل انجيجمنت، انا عايز اعمل قصه تيك توكيه حلوه، انت فاهم؟ ما بحس، ما فيش بحث فيه. اقول لك انا بالنسبه لي المسلسل سريع. انا ده مسلسل فيه 15 شخصيه ظهرت. الجزء اللي اتعلق باي شخصيه في صفر تعلق باي شخصيه. لا ابن اخو احمد مالك يعني حلو، اي عجبني تعلق جدا. مع اي شخصيه اسمه غير ابو حسن مالك. ابو فراج. الشيخ حسن مالك طبعا عامل دور حلو، بس انا بتكلم تعلقي بالشخصيه وان انا صفر كله. لا انا اتعلقت بابن احمد اخو احمد مالك. ماشي انا بقول عني يا ابني، انا بقول انا ما تعلقتش باي شخصيه. ايوه ما انا بقولها لك بقى. انا سكت برضه ما علينا، استخبى مني ان انا بس مشكلتي فيه لو قدرت باي ليفل من الليفلات ان انا اتعلق بالشخصيات كنت هستثمر فيهم وقت اكتر واحب الوقت معاهم. في مسلسلات تانية عملت ارتباط بالشخصيات جدا، هنا مفيش. فدي مشكلتي الكبيره مع المسلسل، لانه ما بيدخلش جوه كل شخصيه، بتحس ان الشخصيه بتمثل، انا قاعد بمثل دلوقتي، فعشان كده ما ارتبطتش بالشخصيه. فده مشكلتي الكبيره جدا معاه، وان هو مستخدم تكنيكاليتيز بقى، دي مش الوان حاجه قصه زي دي تتحكي، ولا دي طريقه اخراج ولا مونتاج مناسبه للموضوع اللي انت بتحكيه، فانا حاسس انك جاي تتريق. الفايب بتاعه بالظبط، الفايب بتاعه التيمبو المشيه بتاعك ماشيه ازاي. أيوة انت مش يعني بص انا فراج انسان قميء، انسان وحش، انسان وسخ، فانت المفروض تديله ان انت بتحكيه، هو مش وسخ، انت بتحبه بطريقه المونتاج بطريقه الاخراج، انت بتحب الشخصيه، لان هو بيحب الشخصيه. فعشان كده انا متضايق جدا يا ابني. المفروض لما وقع كابتن سمير ممثل حلو قوي. كابتن سمير ممثل كان في الشرنقه حلو، وكان في الشرنقه وفي لام شمسيه وهنا. هو بيقولوا شفت كذا حد على تويتر بيقول هو داخل واسطه مين تبع. لا بس انا عجبني دوره جدا في منتهى الصلاحيه اكتر من مش شرنقه والكلام ده. انا ما شفتوش في الشرنقه، انا شفته في ولاد لام شمسيه، طلع المحامي اللي في ما عجبنيش في لام شمسيه، مش مركزين عليه، فهو على كده. بس في منتهى الصلاحيه قدم كان مشهد حلو، فعجبني. وقفل لك الحته لما وقع الشخصيه دي، ده راجل، ده اكت شرير قوي، وفي الاخر عادي انا بعامل ان فالراجل اللي كسب والجامد وبتاع، بس ده اكت ابن وسخ، اللي هو ما انت فشخت الراجل يا اسطى، مش كده اللي هو والناس ان هم يقلبوا عليه قلب برضه ساذجه قوي، فالسيناريوهات كلها شقلب. لا وغير انها شقلب ويجري عذرا، بس اللي هو
والاي اي برضه حته ما بقول لك عشان كده ده اللي بيجي جزء العبث. حته الاي اي اللي استخدموها دي عبيطه قوي، بتاعت الشيخ. بتاعت الشيخ اللي هيقول اشتركوا في جروب التليجرام عشان تلعبوا قمار وده حلال. يعني المونتاج. يعني مين الشيخ يعني اللي هيقول كده، حتى لو قصد ان هو لا بص يعني حتى والذكاء الاصطناعي واقعي قوي، يعني جايبين الشيخ بيقولها بجد، بيقول لك ده ذكاء اصطناعي. لا يا باشا، شخصيات الذكاء الاصطناعي بتبان لغايه دلوقتي، ما اتطورناش لدرجه كافيه عشان نقدر نبيع الذكاء الاصطناعي على انه حقيقي. ممكن في بعض اللقطات ممكن تعديها، بس فيديو كامل مدته دقيقه ذكاء اصطناعي ما لاحظتش انه ذكاء اصطناعي، والجروب اسم الجروب محطوط تحت كده، والحكومه مش عارفه تقبض ايه يا عم، صعب قوي يعني. لا وحته التعلق بالشخصيات، يعني انا لغايه دلوقتي مأثره فيها نهايه صلة رحم وإياد نصار وهو بيموت. كانت مؤثرة جدا. ان هو بص، احنا في صلة رحم، انا ليه بتكلم عن صلة رحم وبحاول اربط المسلسلين، نفس التيم بالظبط، كان نفس الموضوع عن تأجير الارحام. حرام حرام حرام. ايه اللي حصل في الاخر؟ انت بتشجع اياد نصار، انت متقرب ليه، متفهمه، مش هو بتشجعه، متفهمه. انا مش متفاهم فرق خالص. بقى انت اللي هو انت ماشي الدنيا بظروفها، انت شايف الدنيا بتمشي ايه وماشي معاها. يعني لا منك جاي من زاويه صناع التطبيق، ولا منك جاي من زاويه الناس بتستعمل التطبيق ازاي. يعني الحته بتاعت الراجل اللي عمال بيرمي ابنه ده، ولا الحته بتاعت الست اللي في الاخر قتلت جوزها، ولا الحته بتاعت محمود الليثي، مش حاسسها في حاجه ناقصه من الالوان، من التيمبو، كل حاجه ضايعه. دي اكبر نقطه تدلل على الفكره دي. الشخصيات بالنسبه لك كانها كرتونيه مرسومه كده، والناس اللي بتحكي عن جهل عن الموضوع، هم مش متعمقين فيه وما دخلوش فيه. هل انت استفدت معلومه؟ يعني هل في حاجه انت خدتها جديده؟ ما خدتش حاجه خالص. وادخل فيها امتى وادخل فماركتنج بيعملوا ماركتنج للابلكيشنز. لا هو ماركتنج برضه، لما قال لك ايه، هم هيكسبوك اول كام مره، بعد كده تدخل خد كام مره. طب الناس بقى ايه ده بيكسبوا اول طب كام انا مره. عندي هخش اجرب بسرعه، اخد لي 20,000 واخرج. لا بس يعني واحد من الاحباطات الغير متوقعه تماما لواحد من المسلسلات اللي كانت ممكن تبقى حلوه الصراحه. انت كنت متوقع زي ما انا وانت كده عارفين ان التيم ده مطلع صلة رحم. فهي عموما نخش على مسلسل ما قبل الاخير، وهو واحد من المسلسلات اللي كنا متحملين عليها كتير. الغاوي بس قبل ما ايه ده الغاوي انت كملت؟ الغاوي تصدق الغاوي حلوه في المكان ان احنا نسيناه. لا انا ما عجبنيش. عجبني شهاب لما قال الجمله بتاعت ملعون ابو الجوكر، خلى اي شرير يضحك يبقى سايكوباتي. عجبتني. هو فعلا عمرو عبد الجليل شاوت اوت لشهاب. عمرو عبد الجليل للاسف سيء جدا كشرير، واحمد مكي سيء كبطل، والاحداث ساذجه بطريقه ابن اخته وصلت في الحلقه كام؟ وصلت الحلقه اللي كان قاعد فيها مع عائشه بن احمد على البحر، وابن اخته لا السادسه حاجه كده. انا ما كملتش بعد الخمسه. انا وقعت يا اسطى، دول بيلفوا حوالين نفس الدايره المفرغه. يا اسطى الساعه دي حرفيا رمضان بيرحب بينا. خلاص رمضان خلص، الريتد هيشتغل. الشياطين طلعت. الساعه فعلا فشختني. لا وبص، مش معترضا لكلامك، عارف البوستات اللي بتنزل بقى اللي هو عشان تحمسك للمسلسل لما اكون وقت منه. خلاص يا جماعه اخر 3 حلقات بقى، اللي هو ايه، الغاوي اشتغل معانا بعد موضوع الساعه. يعني انا هقعد 11 حلقه عشان اخش في اخر 3 حلقات؟ طب ما تنزلوا بقى بمسلسلات 6 حلقات. يعني تحس ان احنا خلاص مطالباتنا ما بقتش 15 حلقه، اعملوا مسلسلات 6 حلقات، 8 حلقات، 10 حلقات. انتهى موضوع ال 15 حلقه. انت كل ما بتقلل عدد، كان زمان كنا زعلانين من 30، قال لك يا جماعه خليناها لكم 15. دلوقتي زعلانين من 15 عشان انتوا بتحكوا قصه غلط. انت معاك قصه تاخد 4 حلقات بتنطها 15. ليه؟ لا هو المسلسل للاسف يعني ميكي كنت فاكر انه هيعمل فيه تجربه. هو تجربه، بس تجربه فاشله. والله انت بس عشان بتحب مش فاشله، عمال تهدي الكلام. بس لو حد تاني والله كنت هتشتم. بس لا هي مش تجربه فاشله، هي تجربه خطوه خدت هايب زياده عن اللزوم. بالظبط. هي عاديه. بنحب ميكي، كل الناس بتحب ميكي، مع ان طلع عليه مشاكل وحوارات. المنتج اللي طلع ولا المؤلف اللي بيقول لك سرق شخصيه من شخصياته وعمل بيها فيلم من غير ما يستأذنه، مش عارف ايا كان الحوارات. يحب يشوف نفسه في الكل وان هو اللي مخترع الفكره ومخترع كل حاجه والكرياتيف. لا عموما يعني هي خطوه للتغيير سنرى نتيجتها فيما هو قادم. اكيد مش كل انسان مع اول خطوه للتغيير هيلاقي رده الفعل على طول. على المسلسل ما قبل الاخير، لواحد من المسلسلات اللي كنا متحملين عليها كتير، للتيم، للاخراج، للكتاب، للتمثيل،
بس سبحان الله توقعاتي طلعت في محلها ولا لا؟ حصل. صح ولا لا؟ اعترف. عارف رومان رينز اكنولج مي انت اول ما نزل كنت بقارنه بلام شمسيه. ايوه انا فاهم. بالظبط. لا احكي لا انا ما شفتوش. مسلسل ظلم المصطبة، هو قاعد بقى يستمع معانا شويه. مسلسل ظلم المصطبة من بطولة اياد نصار وريهام عبد الغفور، عشان قلت مرفد ريهام حجاج وانا مش عارف انا بغلط ليه في الاسامي دي عموما. وفتحي عبد الوهاب وفتحي عبد الوهاب. بس مسلسل عليه مشاكل ياما. اول 5 حلقات حاجه وبقيه المسلسل حاجه تانية. المسلسل تحسه متقسم اركات، ارك دمنهور في البدايه، وبعد كده ارك الصعيد ده لما راحوا فيه، وبعد كده ارك الشخص فارس ولا معرفش ايه، وبعد كده الارك الاخير. وسبحان الله اتفرجنا على الحلقه الاخيره في الاخر كده على واقف من التليفون. الله اكبر يا رب خلينا استحمل. مستر فاروق 1 تو 1 يا باشا. طيب ظلم المصطبة ممكن يكون عمل احلى بايلوت واحلى بناء شخصيات واحلى كادرات في البدايه والقصه حلوه قوي وبتاع وكمان ان هم يدخلك جوه عالم حقيقي قوي وتكنيكاليتيز جامده فشخ والاختيار الوان واختيار موسيقى تصويريه تحفه وكل حاجه تمام. 6 حلقات انا عارف انت لو ارتباطي بالشخصيات معمول ترمومتر، فالترمومتر طالع زي الفل. وصلنا للحلقه ال7 الشخصيات بعد ما هرب وبدا بقى يهرب من فتحي وراح له صاحبه الاولاني. لقينا شخصيه شرير انا قاعد في البيت خايف منها، والراجل عيان ومحطوط في المستشفى هموت ويا رب ما يصحى وقاعد مرعوب على لما يصحى هيعمل فينا ايه يا لا فتحي عبد الوهاب وخايف على الشخصيات الطيبه اللي معانا ومتفاهم هما بيعملوا ايه وكل حاجه. وصلنا الحلقه ال7 غيرنا بقى المشاكل اللي حصلت في الانتاج والمخرجين الكتيره اللي جم والكتاب اللي اتغيروا. لقيت كل حاجه الترمومتر اللي كان طالع عمال ينزل لحد ما وصلت اخر حلقه. طب ونزل تجديد يا رب يتحرق ويخلق يا رب المسلسل كله يموت. قاعد في اخر حلقه لا خايف على ريهام ولا مهتم بالقصه بتاعتها ولا شخصيه بوجي اللي انا كنت بحبها فشخ وهيطلع منها بقى مشهد ومش عارف ايه ولا علاء علاء اللي هو الشيخ احمد عزمي ولا دي خايف منها ولا فتحي عبد الوهاب مهتم بيه ولا راجل شرير عمال يدور على مراته والراجل اللي هرب معاها كل شويه يقول بلوت 14 ما عرفتش اقفشهم يا خساره ما عرفتش اموتهم وتصادفات ومش عارف مين يقابل مين في اللحظه المناسبه وكل ما يدخل موقف يبقى بيسمع الصوت اللي هيوصله للمعلومه اللي هتوديه يكتشف الحاجه بسرعه. فين المسلسل اللي كان معاك انتوا اللي عملتوا ال7 حلقات دول وانتوا اللي هدمتوهم بايديكم طوبه بطوبه بعد كل حلقه فازاي ده حصل؟ مسلسل العباره يعني الايه الامثل بتاعته مشاكل الانتاج ممكن تودينا لغايه فين؟ مشاكل الانتاج ممكن توصلنا من ليفل قد كده لليفل قد كده عشان لسه متقفل وبتاع فكروتوه في الاخر مش غير لا ما هو مش حكايه انه متقفل. انت مش عارف مين اصلا اللي ماشي المسلسل ماشي ازاي. المسلسل تحسه ماشي اللي هو ايه ريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب فتحي عبد الوهاب ماشي واياد نصار. يلا يا باشا يلا كل واحد فيكم هيمثل في حلقه. كل حلقه بتفاجئ بسيناريو وحوار مين واخراج مين والدنيا دي ماشيه. انا عارف ان هو في امريكا كده بس في شو رانر بره في شو رانر. هنا مين اللي الشو رانر؟ الشو رانر هو المنتج. يلا صباح الفل هنمشي الدنيا ازاي. مسلسل يا مستر فاروق انا مش عارف اقول ايه. انا قلت لك لام شمسية هو الافضل طبعا يعني المسافه بتاعته انت بص يعني انا كنت الفجوه بتكبر يعني انا كنت مستثمر في حاجه. انا عارف ان انا كانت توقعاتي عاليه قوي. انا كنت عايز اشوف حاجه من الماضي. كنت عايز اشوف الماضي بتاعهم في ليبيا. كنت عايز اشوف صبحي ده اللي ظهر مره واحده واختفى. لا ما هو دي كنت حاجه انا مستثمرها للاخر. مع كل خطوه والله العظيم الاهتمام بيقل في المسلسل ازاي كده. يعني الشخصيه اللي هو مثلا سابها يوم فرحها انا كنت عايز اشوف الموضوع ده. صحيح. راحت فين؟ يلا ده لا قالوا ان هم عملوا حاجه صح ولا قالوا ان هم عملوا حاجه غلط بالظبط. طب ما تقول لنا طب بترمي حاجات وتنساها ليه؟ بالظبط. اترمى ده يلا وكده كان يطلع منه كتير رموه ولا ليه لازمه. وشخصيه قفله الكاركتر ايه؟ راح يكلم الراجل صاحبه او اللي هو كان بيكتب له في الخطبه يقول له انت خلاص مش هكتب لك تاني انا اللي هطلع على من غيري ولا تسوى. دي نهايه الشخصيه دي نهايه الارك بتاع شخصيه بوجي واحمد عزمي او اللي هو علاء اللي هو وبسمه شخصيه نهايتها ايه؟ الخاينه بتاعت طول المسلسل والقفله بتاعتها يلا هربي انت وابنك يلا هربي انت وابنك. وفتحي عبد الوهاب نهايته ولا حاجه. اياد نصار يلا العب مع البنت في الحقل وايه يا ابني النهايات دي؟ لا دي نهايه تخيليه بس لا يعني ايه ما تحملش اللي انت بتحاول تبنيه على مدار 14 حلقه. ريهام عبد الغفور وحرق انا عارف ريهام عبد الغفور ايه فين التقص؟ قتلت مين؟ لا فتحي عبد الوهاب قتلها. ايه الموضوع كده يلا طلع مسدس ايه ده؟
يعني انت مش مثلا بنين على مدار 14 حلقه ان هو بيكرهها او متغاظ منها او حقود عن علاقته او علاقتها مع اياد نصار، فلو رفع المسدس ده موضوع صادم. لا، هو اوريدي عامل كده في اول 3 حلقات. هو ضربها مرتين. فاكر اول 5 حلقات؟ احنا كل 5 حلقات، اول 5 حلقات المسلسل بيخلص يا جماعه، دي ماتت ودي مات، انتوا بتعملوا ايه؟ ده منهور، عارف محمود مهدي، ده منهور واتس رونج وذ يو، ده منهور ماذا تفعلين، اللي هو شيكاغو او في مشهد انا كنت منتظر طول المسلسل ايه ريهام عبد الغفور قصاد فتحي عبد الوهاب لما ترجع له البيت، سبحان الله، طردها، خد البيت وطردها، خد البت بنته قال له اطلع بره اطلع بره بس كده. ايه يا شباب إيه ده الشرير اللي انا كنت قاعد خايف منه، ويا لهوي الحقوني اللقطه ماشي ما علينا. مشاكل انتاجيه ولا مشاكل كهربائيه؟ ما علينا انا ضلمت شويه بس قشطه ماشي. فده هو انا اتطفيت مع المسلسل ده. الانطفاء يعبر عن الحالة الدائمة في مسلسلات رمضان 2025 يا جماعة. ايه افضل 5 مسلسلات يا لهوي مع كل سبب لكل واحد؟ بالنسبه لي لام شمسيه رقم 1. شوف النهايه حتى لو النهايه وحشه انا ما عنديش اي مشكله. كمل 5 ماشي. لام شمسيه، ولاد شمس. قول سبب مع كل واحد. لام شمسيه عشان طبعا القصه القضيه والقضيه، لا والتمثيل والاخراج والكتابه والسيناريو والحوار، المعلبات بتاعت الحاجه، كميه استر ايجز مخيفه. الراجل مخرج حقيقي، مخرج بجد. يعني المسلسل ده عشان 5 سنين بالظبط، 5 سنين برضه 5 سنين ومتعلقين في الحلقه الاخيره عشان مونتاج. يلا. تاني مسلسل ولاد شمس عجبني جدا عشان ما شفتش قضيه برضو، قضيه وجامد، واحمد مالك عمل اداء حلو، وطه دسوقي ومحمود حميده طبعا شرير فشيخ اكيد طبعا. التالت الاشغال شقه جدا. اوكي ضحك خام مع مصطفى تقدم غريب. سيكا بس تمام. ضحك مع مصطفى غريب، انا كنت بتقتل ضحك مع مصطفى غريب، كنت بضحك فشخ، ونادرا لما المسلسلات دي بتضحكني قوي كده. وما شاء الله يعني مصطفى غريب كان شايل المسلسل على كتافه، وهشام ماجد كان بيفرش له جامد، واسماء جلال كانت بتعمل لحظات من الضحك برضه. ارك التمثيل بتاعها ده جامد. في الرابع اخواتي النص قصه حلوه. ما شافش اخواتي، ما شفتش اخواتي القلب مفتاح. تمام. الخامس والاخير فهد البطل، بالنسبه لي احطه في حساسيه والله العظيم حساسيه الكواليتي، حساسيه الكواليتي. مين يا اسطى بعد ما خلصنا مسلسلات رمضان فهد البطل كويس صح، وقصاد اللي حواليه كويس. احسن مسلسل بلوت تويست دي والله العظيم. ما اللي انا كنت اياد نصار وفتحي عبد الوهاب وريهام عبد الغفور طلعوا لي مسلسل زي ده، فلا فهد البطل كويس. انا شايف ان مسلسل فهد البطل احسن مسلسل دراما شعبيه نزل في رمضان بعد ولاد شمس، لو حطينا ولاد شمس معاه في نفس الفئه بس. ممكن اختتم بيك، اخش انا واخش اختتم بيك في ترتيب المسلسلات الافضل. اخدها بقى انا من ايه، من التنازلي واحنا نازلين لغايه المركز الاول. من المركز الخامس مسلسل اشغال شقه، افضل بدايه نص موسم 6 حلقات ضرب نار، 6 حلقات ضرب نار ما بيرحموش. من بعد الحلقه السادسه تفعيل وضع النوم، تفعيل وضع النوم زي ما قلت لك الجمله لما صورناها عندك، موسم ونص. موسم ونص مفيش اكتر كلام ممكن يتقال. في المركز الرابع ممكن اقول مسلسل ولد الشمس، قضيه، تمثيل كويس، قصه ضايعه، اخراج في السلامه، بس في الاول وفي الاخر مسلسل نتائجه الحلوه افضل من نتائجه السيئه بكتير. في المركز رقم 3 مسلسل قلبي ومفتاحه، مسلسل الفايب بتاعه في قصه يعني بسيطه جدا ومتوسطه، بس في الاول وفي الاخر تحت ايه، تحت دائره تامر محسن، ففي الاخر طلع لك كواليتي حلوه. انا بالنسبه لي المسلسل عجبني جدا، وعارف ان في ناس كتير هتتكلم على النهايه بتاعته، بس مسلسل قلبي ومفتاحه النهايه بتاعته كلمه حلوه دي مش كلمه قليله. المسلسل اصلا في الاول وفي الاخر بيكلمك على علاقه واحد سواق اوبر وواحده بتحاول تدور على محلل، فالنهايه بتاعته ومي عز الدين وآسر ياسين، لا انا عجبتني جدا. نهايه سعيده ممكن حرق، نهايه سعيده ماشي وحلوه، كلاشيه بس حلوه من الاخر يعني. يا ابني هو ده كده دي اعلى نهايه ممكن تكون موجوده. انا خايف والله على نهايه لم تنسى. هنشوف كمان شويه. مسلسل رقم 2 اكيد طبعا، اكيد بدل مسلسلنا في الثاني والاول يبقى اكيد مسلسل اخواتي رقم 2. مسلسل عبثي، مسلسل جميل، مسلسل من الالف للياء، من البدايه للنهايه انت مهتم بكل حاجه بتتعمل. حاتم صلاح، علي صبحي، جاني الشماشرجي، كند علوش، روبي، نيلي كريم، محمد ممدوح، كل اسامي الشخصيات دي، علي قاسم اللي طلع، انا مهتم بكل حاجه. بتاع لحظه غضب هو حتى لو كان تاليف مهاب طارق، كل حاجه حلوه جدا، ومحمد شاكر خضير، فبالاخر والاول 10 من 10. اكيد طبعا بدل ما وصلنا للمركز رقم الاول ما فيهاش مفاجات ولا اي استثناءات، لام شمسيه، لان كل حاجه
لحد الحلقه ال 14 كويسه جدا. يا عم والله العظيم حتى الحلقه 15 وحشه برضه، هو اللي افضل في رمضان. مش هنكذب على بعض. مش هنهدف. مفيش نهايه حلوه. فانت كل اللي انت حكيتهم دول نهايتهم سيئه. ماشي، من سيئه ترتب عشان نشوف بقى الحلقه الاخيره ايه الكلام اللي فيها. سهله لام شمسيه للتكامل الكامل لكل اللي فيه. بعد كده اخواتي كالعاده من احسن الحاجات العبثيه اللي شفتها، واكتر حاجه ضحكتني عندنا ولاد الشمس عشان الفايبس بتاعته قشطه. انا بس عندي مشاكل من النص الثاني بتاع الحلقات، بس كل المسلسلات عملت كده، فهو برضه ستيل حلو لانه اداني 6-7 بيطلعهم من مخزن ونزلهم من مخزن. بالظبط. اشغال شقه ضحكت معقول حتى لحد الاخر، انا كنت بضحك جدا، ما عنديش اي مشكله فيه. ممكن احطه فوق، يعني هو ولاد شمس قريبين قوي. ولاد الشمس عارف انت، هي الثالث والرابع مش عارف ترتب. تمام يعني هم زي الفل. تمام. خامس اخر حاجه، يعني تخيل انا كنت ظلم المصطبه بحطه الاول والثاني وكده، يعني دلوقتي بشوف هحطه ظلم المصطبه ولا منتهى الصلاحيه. لا منتهى الصلاحيه ما يستحقش. انا ظلم المصطبه ما يستحقش خالص. انت فاهم احنا بقينا فين؟ 5 انا بقى حلقات قريب لمنتهى انا شلت منتهى. انت قلت قلب مفتاح. انا قلبي مفتاح. انا قلت قلبي مفتاح. قلبي مفتاح انا ما حطيتوش هنا عشان ما كملتوش، فهو منتهى الصلاحيه في الخامس كده والله. ماشي. مراكز شرفيه. مراكز شرفيه لاكمال القائمه، ليس اكثر وليس الا. فاذا نعود معكم بعد الفاصل عشان نشوف ايه اللي هيحصل في لام شمسيه في الحلقه ال 15 الاخيره. يا جدعان لسه ولا لسه؟ ما نبص يعني. واخيرا العوده بعد الفاصل وبعد الحلقه الاخيره وبعد عناء شديد وفي ليله الوقفه شفنا الحلقه الاخيره من لام شمسيه. انا تعبت نفسيا، تجديره وفايب بتاع المسلسل، وعيب بقى اللي حصل بقى، عيب يعني. قبل ما نتكلم عن المسلسل كومنت سريع عن التجديره دي يا جماعه، عيب. بس هل النهايه تستحق التجديره؟ بس مش التجدير قوي كده. لا هم للاسف مش عارف ليه اخروا، ما يمكن مونتاج، يمكن لسه ما اترفعتش. في كذا سبب، بس المونتاج النت بطيء. الساوند افكتس اللي اتعملت جنب فشيخه. تين تين تين. الاول لا بس هنا كان في تركيز عليها. كادرات تحفه بتاعت المحكمه، كريم الشناوي كاتب كده كالعاده فوق كالعاده الصراحه. كمل بس نفتتح الكلام بقى. الهيار بتاع العيال وسام وهو بيتقلب. لا احنا لا، ده الكلام ما ينفعش يتقال بشكل مبدئي. خد وعيش. شوف الموبايل اللي معاه التاني بيكلم منه بقى ايه على اساس حد مش هيعرف. لا بيكلم منه مين؟ العاهرات. لا يا اسطى دي بيوت كده اللي هو بتاع المساج وبتاع والحاجات دي، الهابي اندنج. مش ده الواد مش الراجل بتاع ست الموبايل الولاد التاني ده معمول ليهم. طيب الموبايل التاني ده معناها ان هو اثبت كلام الدكتور انه هايبر سيكشوال، مش بيدوفيليا، مش مريض. هو فعلا عنده سيكشواليتي عاليه جدا وبيضطر يعمل كده مع اي حد اي حاجه. التنوع والاختلاف. بس انه يوصل لمرحله الاطفال كانت مفزعه. ومراته على فكره كدابه، قالت انا ما كنتش فاكره انه بيعمل كده مع اطفال. لما قالت لام يوسف انا ما كنتش فاكره بيعمل كده، امال ليه بقى يعني ما كنتش عايزه تحملي. لا قالت ما كانتش متاكده. ايوه عشان هو كانتش متاكده. ادم ابيوسف وقلقانه منه وبتاع. لا هي انا مش فاهم برضو يا جماعه. بعد ما خلصنا المسلسل رباب ايه مالها رباب يعني كانت خايفه من ايه؟ قصدك من ايه ولا بتعمل؟ انا مش فاهم حاجه. كان بيهددها ببنتها بايه يا اسطى؟ انا كل القصه ان هي جالها اكتئاب بسببه وبسبب اللي كان بيعمله معاها، وان هو راجل متحكم ومش عارف ايه. دي خط كده مش مقنع بالنسبه لي. لا مقنع فشخ. او انا عايز اقول حاجه بس انا مش عارف يعني هو ممكن كان في حاجه في العلاقه الجنسيه ما بينهم. ضحيه صدمه دول كتير في حاجه كان في حاجه في العلاقه الجنسيه ما بينهم. دي وضحتها لهم النهارده. يعني ان كان بيعمل معاها حاجات شاذه مثلا، لان قالت له كان غير سوي. عرفتي منين؟ ما قالتش عشان الاطفال، قال عشان بصت في الارض. يعني هو كان بيعمل مع مراته حاجات غلط بالظبط. يعني الموضوع بدأ من عندها، عشان كده جاب لها اكتئاب. فلما عرفت بقى ان الموضوع وصل للاطفال كان عندها شك، لا ده الموضوع انا معايا بس. بص انا اقول لك او مع الستات بس. القناعه مثلا في القصه دي او نقطه رباب بالنسبه لي من البدايه للنهايه كانت ان هي قلقانه على بنتها، لا هو ياخدها منها، لانه هو لو راح للمحكمه او لو راح العمل عليها رفع قضيه ان هي غير سويه ان هي تاخد الحضانه من البنت. تمام. فهيخطفها منها. ده اللي انا ماشي عليه طول المسلسل. بس لما اجي في الاخر والاقيها لحد اخر مشهد برضه خايفه ترد وخايفه تقول زودوا فيها بس وتدخلها لغايه اخر حلقه. كنت منتظر انها تقول حاجه. جابت اللابتوب ودخلته. ايه يا اسطى؟ مرسال اعملي حاجه. مرسال ما تعملي حاجه بجد. اثبتت انها مش جبانه.
فعلا بس بتقول حاجه، ده ما قالتش حاجه. يعني هو مش جميل. الخط بتاع اللابتوب بدأ من الحلقة اللي فاتت لما كانت أيوة. بتبص عليه أصلا بعد ما خرجت من المصحة، لما كانت بتبص عليه من بعيد وشايفة هو حط تركيزه في الشديد. الهيدفون وقعد يتفرج على اللابتوب، وجابوها كذا مره كذا مشهد. بس انا منتظم من الرباط تعمل حاجه. ده انت يا ريتك ما موجوده يا شيخه. ورغم اللي حصل ده كله، تمثيل العبقري بتاع محمد شاهين يعني رائع فوق الرائع. وهو تعالوا شايف نستبحر كده، بأداء الممثلين بس بقى. ما حسيتش ناحيته بذره شفقه. بالعكس انا كنت عايز اللي هو ايه، اشوف فعلا زي ما يعني واحنا بنتفرج مع بعد ما انت قلت، اشوف المساجين بيعملوا معاه حاجه، اللي هو بيديله كده طعنه، حد انت فاهم، حاجة شكورية بقى. لانه خد فرص كتير، ولا فرصه فيهم خليته يتعدل، ولا فرصه فيهم اقنعته ان في حاجه غلط فيه. وغير كده هو كان عارف انه غلط لما قال لمراته زنا. لا زنا يعني انت عارف اللي انت بتعمله في باقي الاطفال ده. لحظة السقوط. يعني ده انت عارف ان اللي انت بتعمله في باقي الاطفال غلط، وبتعمله ومكمل فيه، وترفع عليك قضيه، رحت اتحرشت بزميل يوسف. طب ليه يعني؟ كان نفسي حد يشفي غليلي بقى ويخش حد يقتله كده طعنه اخيره بتاع، بس الحكم المؤبد برضه يشفي الغليل. مؤبد وبنته ومراته باصين عليه وامه وكل يعني هو اتدمر من كل الاتجاهات. انت عايز يتعمل فيه اكتر من كده بقى، اللي يحصل يحصل، فاهم؟ خلاص. هو هو 25 اتدمر سنة ودمر. محتاج بقى. هو اتدمر ودمر، دمر عائلة كاملة، دمر بنته، دمر زوجته، دمر أمه، دمر صداقة السنين، دمر طفلين. خان صداقة السنين. إيه؟ خان الصداقة دي. يعني حتى لو انت وسخ ابعد عن دايرتك. انت فاهم؟ هو كده كده قالوا في المسلسل 93% من الناس اللي بتعمل التحرش ده لازم يكون بيبقى عمك دايرة قريبة. حاجة زي كده. لا دايرة قريبة منه. النهاية. انا حاسس، بص انتوا شايفين الموضوع، احنا قافلين ازاي، احنا لسه مخلصين الحلقه حالا، فانت حاسس بقبضه نفسيه وانت بتتكلم. هي طليقة على عنوان الحلقة، لام قمرية، كل حاجة ظهرت للنور. كل حاجة كانت مستورة اتكشفت. كل الناس طلعت خدت حقها، كل الناس شهدت، وكل الناس دلوقتي في مرحلة من الصدمة هتتعالج منها بعدين، بس شافت غليلها ناحية بالظبط المجرم او الانسان ده. واكتر لقطة بصراحة كانت صادمة هي امه، وهي دي اللي انا كنت متحمس لها، وهو بيكلمها من ورا الباب وبيعيط، وافرضي طلعت بريء، لغايه اخر نفس متشبث بانه يستميل عاطفه امه انها تبقى معاه، اي حد يبقى جنبه، بس ما فيش حد طبيعي. وحاجه كمان يعني السرد بتاع المسلسل ما خلاكش من اول وقعه هو هيقع، لا دايما كان بيكسب القضيه، دايما انت ما عندكش دليل، دايما المحامي معاه، ولغايه دلوقتي ما جابوش دليل واحد. بالظبط، هم اعتمدوا كليا على شهاده الشهود. لا وان مراته جابت القاضيه بقى. صدق الناجيات، صدق الناجي من الموضوع ده، بس هو ما صدقوش الناجيات بس، مش الشهود بس، هي يعني باين من تصرفاته. يعني هو كان من الاول مره الراجل الاقرع اللي هو الظابط ده هو اللي عمل كده، القاضي المشارك. لان ما فيش حاجه برضه، انا مش مؤمن بحته صدق الناجيات قوي، لان في بنات بتكذب وما حدش معصوم من الخطا. بالظبط، بس يعني في لحظات معينه كده بتبص فيها في عين الشخص فيك حاجه غلط. مش هسجنك بس فيك حاجه غلط يا ابني. لو عجبتني كمان ان هم يعني سيبكم من الاغنيه اللي اشتغلت في الاخر، يعني انا عارف ان انا ما كنتش ممكن ينفع اتكلم عن الجمله دي، بس عجبني ان المسلسل خرج من يوسف الضحيه ليوسف البطل، يوسف اللي كل الضحايا زيه مشتركين مع نفس الراجل اللي عمل فيهم الحاجه، وكلهم رافضين يدلوا بصوتهم، لكن دلوقتي يوسف اصبح بطل شعب، انه خرج من الازمه دي بحب زوجة ابوه، بحب امه، بابوه. انت عارفين اكتر حاجه عجباني في المسلسل ده ايه؟ ان هو القضيه بتاعته ايه؟ عن التحرش، بس انت في المسلسل ده عمال تشوف اكتر من قصه جانبيه، عمال تشوف الام المهمله ابنها، عمال تشوف زوجة الاب اللي بتحاول ايه ترعى ابن مش ابنها، وبرغم كده انت بتشوف اهتمامها بيه، بتحاول تشوف علاقة الاب اللي مش ملتصقة اصلا مع عيلته وشايف حاله وماشي ومصربحها على الاخر، بتشوف الراجل اللي بيوعد واحدة بالجواز وبيخلى بيها، بتشوف ايه الصديق او صاحب العمر او الاخ اللي بيخلى او بيخون، انت بتشوف الام اللي سابت ابنها لغايه درجه ما شافت النتيجه في الاخر بعد عداء السنين. اللي وقع وسنتك اللي وقع فكرت فيها كده ورجعت بالحلقات، اللي وقعه الوقعه اللي بجد، اللي وقعه من وقعه اللي بجد زي انه عاقب يوسف بالتجاهل. انه عاقب يوسف بالتجاهل وقع. لو كان كمل تحرش بيوسف كان كمل في طريقه عادي جدا، ما كانش حد يكتشف، ما كانش يوسف اتحرش باخوه وكانت الدنيا مشي ولا زينة شافتهم، ما كانش حاسس بالوحده، ما كانش حاسس بالوحده ولا بالغضب المدفون جوه، ولا اتحرش باخوه ولا نقطه كويسه.
فانه عاقبه بس بالتجاهل من نقطة المسرحية، يعني المسرحية اللي احنا الحلقة اللي فاتت لما وقفنا عليها كان هو طبعا سبقنا في الحلقة السادسة وشافنا قبلها. لما انا روحت شفتها على طول، لا هو فعلا من حتة اللي هو ايه الملك اسماعيل والنجمة وما فهمش، لا فعلا هي من اللقطة دي وهو بدأ يحس بالتجاهل، قعد يقطع في التاج وقعد يقول مش انا وما عملتش. وكمان اللي عجبني ان امه لا صفاء الطوخي، يعني انا عارف ان الهيدلاين محمد شاهين عشان اللي بيعمل الادوار دي خصوصا في مصر، يعني انت عارف اللي هو ايه محمد شاهين دلوقتي الله يكون في عون الانستجرام بتاعه. مش هقول اكتر من كده. انا مش عايز نقول الكلام ده كتير عشان يعني الناس عارفه انه ما يبانش مبتذل. لا مش مبتذل، عشان ما نشجعش الناس فعلا تخش تهاجمه على الانستجرام بالظبط، او تخش تعيش الدور. في ناس بتحب تعيش دور الروشنه ده، هو ايه ممثل يعمل شخصيه حلوه فشخ ويعاملوه كانه الشخصيه دي بالظبط، فاهمني. فلا هو ده يا جدعان محمد شاهين ممثل عادي وعمل اداء تحفه عظمه وشارك في العمل ده كجزء من دوره كممثل للتوعيه. فما يعني ما نعيش دور ايه ده. انا ابتديت اقتنع انه بجد كده انه في الحقيقه ازاي تعمل كده. والهري ده لان انا شفت كذا بوست يعني كاتبين في صورته وحاطين فيها انا ابتديت انك في الحقيقه كده زمين، بس خدوا بالكم ان هي ممكن تقلب تضايق الناس قوي. وحاجه كمان ان الادوار الجريئه دي انا عارف ان احنا يعني هو عشان اللي في ايد الموضوع مين في كريم الشناوي ومريم نعوم، بس في ناس لما بتشوف كلمه الادوار الجريئه وتصدرها في رمضان بتاخدها في ليفل تاني. وعندنا العتاوله وفهد البطل وسيد الناس وايش امثله كتير. الادوار الجريئه في موضوع يتناقش حلو هو اللي بيؤدي في الاخر للنتيجه اللي احنا شفناها دي. مين افضل ممثلين في المسلسل ده لو ممثلين بالكامل؟ هقول انا وخش يا فاروق. انا شايف ان محمد شاهين هو التوب، هو أكيد. افضل والاحسن واحد في المسلسل، لان امينه خليل عملت اداءات دراميه تحفه توب كتير، يعني حاجه كده بس متعودين عليها منها. محمد شاهين باعلك فعلا انه يعني باعلك ان هو متحرش وباعلك في نفس الوقت باحساس انه واقع يعني وفي نفس الوقت خلاك ما يصعبش عليك. يعني رغم اللي انت بتشوف عياط وبتاع انا شفت منك 100 وش قبل كده. انت دموع التماسيح دي خلاص مش هتخيل عليا. مش خلافا لكلامك، شفت الوش بتاعه الرياكشن المتبدل لما رباب انتحرت. يعني القفله بتاعت الحلقه شفت الناس وصفوها بايه؟ ايه جوكريه ولا ايه؟ هايزنبرج. اوكي هايزنبرج والتر وايت. والتر وايت هو بيسيب البنت كان دي اللي هي كانت ايوه الثلاث تقلبات لما سابها تنتحر وبعدين يبدا يفكر في الجايزه اللي هياخدها لو ده مات من جيسي وبعدين يرتاح ويبتسم ابتسامه خفيفه. كمل افضل الممثلين. اللي بعديه امينه خليل بعد محمد شاهين. بعديهم سعدني اكيد. وعايز ادي تقدير كبير قوي هي ام صفاء الطوخي. ام محمد شاهين صفاء الطوخي. معلش مش ناسي ما بس ممثله رائعه ادوارها صغيره بس مؤثره جدا جدا. الام الجامده اللي بتكراك اللي انت فاهم بتتشرخ وبتبتدي بقى توريك الضعف الحقيقي لما تشوف ابنها فعلا وبتتاكد انه عمل كده. رباب يسر اللوزي ما عجبتنيش صراحه. انا ساكته طول المسلسل بطريقه مستفزه. انا عارف ان التروما والكلام ده بس كان ممكن يعني يبقى ليها دور اكبر. انت كنت عايز تشوف جايزه اكبر من ان مجرد اللابتوب بيتسلم. كان نفسي اشوف شهاده. تمام تشهد. بنتها اداء تحفه. ياسمين العبد تحفه. يوسف انا نسيته خالص. لا ده انا يوسف احطه بعد محمد شاهين لان الدور كبير قوي عليه وعمله حلو. يعني الدور فعلا محتاج ممثل تقيل مش مجرد ضحيه. مش الاطفال في مصر قمه الكرنج اللي بتخليك يعني تطبع عايز تقوم تدي الطفل ده بالكيسه. تمام روق هم عايشين في دور الكوميديا. حتى في السوشيال ميديا تلاقي ابوه وامه بيكتبوا الكفايات الكرنج على الاكونت بتاعه عايز اللي هو يا جدعان ربوا ابنكم حلوا عنا. اما ده الواد ده ما شاء الله تألق رائع. عايز اقول لك انه مثل احسن ممثلين كتير بدون ذكر اسماء في رمضان ده في مسلسلات تانية. لا كل اللي فيه حلو. القصه تحفه. الاخراج كريم الشناوي كادرات عبقريه. اعظم كادرات واعظم اخراج في رمضان هو بتاع كريم الشناوي. في المحكمه افضل قصه بتاعت مريم نعوم. افضل مسلسل لام شمسيه. يعني احنا لو عاملين ايميز لمصر كل هياخدها لام شمسيه بس. يعني هياخد افضل ممثل سعداني محمد شاهين. لا محمد شاهين ممثله رئيسيه بدور مساعد. ايوه تمام. افضل ممثله امينه خليل. افضل طفل او اداء صاعد الواد. افضل سينماتوجرافي الدي او بي بتاع افضل ساوند تراك. افضل اخراج. افضل كتابه. بس مع جايزه اسوأ انتاج. صدق او تصدق بقى
لا انا مستني الجمله دي. عشان مش اسوأ انتاج عشان عشان يتأخروا عشان سنتين. لا بقالهم يومين على الموضوع ده، بقالهم يومين الحلقات بتتاخر. عادي يعني. ما احنا انتوا مش بتعتمدوا للناس اللي قدام بتشوف، انتوا بتعتمدوا على الناس اللي بتتفرج دلوقتي، عشان انت رمضان سيزون، مسلسل سيزون، مش اكتر ولا اقل. مستر فاروق. تمثيليا للمفارقه بقى اللي انا عايز اقولها، المسلسل انا مش شايف ان شاهين عمل احسن اداء عمله في حياته، لان شاهين ده شاهين. عمل اداء ايه احسن منه؟ هو ده شاهين في لحظه. هو بيتكلم ان ده الليفل بتاعه، مش ده ليفل مش بس ده الواقع. اعلى ليفل مش بقول لك اشهر مسلسل عمله، اكتر حاجه خدت ترند، الهرشه صح. عشان كده الناس خدت الهرش 7 كان كده، هو مم. كان ده. لا بس في لحظة 10 سنه غضب. ما كانوا بيتكلموا على القصه اكتر من شهر. شاهين هو هنا، هو ده اداؤه على طول مبهر بالنسبه لي، فانا ما اتفاجئتش من اداؤه في المسلسل ده، حلو جدا جدا، بس هو ده اداء شاهين. عشان بس هو على فكره هو فارق كتير قوي عن ممثلين تانية كتير، صح. في كل اعمال. بعد كده يوسف طبعا، الطفل الطفل ما شاء الله، يعني ما شاء الله، وان انت تبقى في السن ده تعمل اداء بالشكل ده ويعلم بالشكل ده، يعني اتمنى الكارير يقدر يكمل. لا الكارير زي ما مين اللي قال الحوار ده؟ زي يوسف عثمان انا قلت له المره فاتت بخاف على ان الاطفال لما بيطلعوا في حته صعبه قوي كده وصدمه كده ان هم ما بيقدروش يكملوا كارير عالي قوي، فربنا يسهل ونشوف له ياسمين العبد محترم. كل الباقيين كلهم ياسمين العبد جامده يا جدعان، جامده كممثله. بنت ما كنتش بص انا بحب اللي دايما لما تغير رايك، انا بحب لما اغير رايي قوي. ما كنتش بطيئها. طلعت في مسلسل هندي صبري تقريبا، لا وهندي صبري لا شفتها في ساعته وتاريخ حبيتها الصراحه. ساعته ده كانت حلو، كامل العدد كانت حلو بالظبط. يعني مؤخرا يعني حتى دورها في موضوع عائلي الجزء الثالث كان وحش، دورها كان حلو، دورها كان حلو جدا، حلو يعني هي ماشيه كده بالتصاعد، وشوف سنها عامل ازاي. على فكره هي تبان كبيره شكلا، لكن هي مش كبيره سنا خالص. سنه تقريبا، دي مواليد 2011 ولا ما اعرفش ايه كده يعني. يعني صفاء الطوخي، انا ممكن اقول دي مفاجاه المسلسل. انا عارف ان لها اداءات حلوه كتير، بس دي مفاجاه المسلسل بالنسبه لي. بس يا جماعه مش شايف دور ممثله تانية يركب اداء الدور هقول لكم بس حاجه، انتوا دلوقتي بتقولوا الممثلين، هو كل الممثلين كانوا متوجهين توجيه صح بالظبط، فعشان كده باستثناء 2 كل الممثلين حتى اللي اضعف ادائين كان ابونيلي والدكتوره بتاعت نيلي كريم الشرباني. وانا كان عندي مشكله مع جوز اصيل عمران اللي هي ام يوسف، ما طلعش كتير مظبوط، بس يعني فاهم كل الاداء 6 مليون يا عمي ما تسيبهمش. يوسف واحد يا اخويا، هو يوسف واحد. فلا فانا مش عايز ادي بس الكريدت لهنا، لا انا عايز ادي بيديك الكريدت حلو للتوجيه الاخراج، التوجيه الممثلين اللي كان موجود في ما هو كريم الشناوي انا حاسس انه بيديك فعلا امل لاي صانع محتوى او اي واحد نفسه يخش مجال الوسط او مجال التمثيل، مجال الاخراج، مجال الفن عموما السينمائي. لا خد الراجل ده ريفرنس، الراجل ده ريفرنس قوي جدا جدا. فقط بقى من جو احنا امريكا سابقانا مش عارف بالولهري بتاع ده، لا انت عندك مثال ده مسلسل ينافس ايزلي مونسترز اللي نزل على نتفلكس، ايزلي صح. جيفري دامر، لا مش جيفري دامر، مش دامر، مونسترز اللي هو الجزء الثاني بتاع مونسترز بتاع دامر، شفتوش تمام بس تمام. فده ده مسلسل اهو في نفس الحته، قريب قوي ليه، قريب قوي وكمان يعني انت انا اكيد كلنا متفقين على النقطه دي بدون ما نسمع اخبار وبدون هي واضحه وصريحه. المسلسل ده تم التعديل فيه كتير عشان يطلع للنور، وهو عدى بالعافيه يعني عدى بالعافيه. ما حسيتش بالتعديل ده، يعني ما حسيتش انه قلل من الحده بتاعته. العادي ما يشوفوش، بس احنا نلحظه. انت اكيد يعني بس هل قلل من حده الموضوع؟ ما قدش، لا بس احنا بص اللي هو ايه، مش كل الناس هتعرف تعمل بالتعديلات دي وتعدي. ما ده لو بلس 18 وبيتصور في اي حته تانية غير مصر لا هيبقى صعب، يعني هيبقى اسوأ من دمر. انت فاهم الليفل؟ مش على بالمشاهد، على الاقل بالكلام صعب وصادم قوي، يعني الحته بتاعت مشهد المحكمه. لا مش كده، كان ممكن يقول لك مشهد المحكمه كان بيعمل معاك ايه يا يوسف، كان هيحكي بقى يقول لك ايه اللعبه الصغيره، لا دي لعبه سر، لا ما هو مش عايز يحكي وبيجيبها لك باللي هو ايه. اسلام قال لك الحلقه اللي فاتت نفس الرفه، واسلام قالها لك الحلقه اللي فاتت. شفت الحلقه الثالثه بتاعته اللي كان مونولوج بيحكي فيها ايه اللي كانوا بيعملوا معاه؟ هناك حكاها بكل التفاصيل بدون اي فلتريشن. فهنا لو قدرنا نحكي ده احنا برضو احنا مجتمع متحفظ برضو. لا يعني صعب لما تخش لهم
ما تديليش في وشي، ده تديليش في وشي. بيمسكني خلاص لمسوا في حته خاصه وحته خاصه وخلاص. العورات بقى انت وكلام. تخيلت قرفت اصلا، ما بالك بقى بالتفاصيل انت انا فاهم. بقول لك لا ما انا بدي الكريدت للحته دي، ان انت عرفت برغم الصعوبه اللي على المشروع ده يخرج للنور ومقفول عليه بقى له 4 سنين. زي مثلا في ناس بتتكلم، انا عارف ان هو المسلسل ملوش علاقه بالفيلم بس بحاول ادي ريفرنس، واحد من افضل الافلام اللي نزلت مؤخرا فيلم 400 رحله 404. في ناس قالت ان النسخه الاصليه افضل من كده بكتير، برغم ان الفيلم حلو جدا. بس مش كل الناس عندها القابليه اللي هو ايه، اسلمك سيناريو حلو ما بيخبطش في حد، بس سيناريو بقصه جريئه اعرف اعدل عليه واطلع بنفس ايه الليفل على الاقل. هو طلع بنفس الليفل، دي حاجه. تاني حاجه والاهم، ما قللش من حته. يعني مثلا اللابتوب ده، انت فهمت ايه اللي موجود في اللابتوب من غير ما محتاج. يقول لك انا شفت فيديو طفل بيعمل كذا وطفل او واحده كذا، او لا قال لك في فيديوهات مش كويسه في اللابتوب، خلاص انا عرفت دماغ يعني واحد بيتحرش بالاطفال هيبقى فيه في اللابتوب بتاعه. مش لازم انت فاهم، هي سطر وراء مش وراء حتى السطور، بيفهمها لك من غير ما يقولها لك بشكل مباشر. وحلوه زي الافلام القديمه لما كانوا بيجيبوا اتنين بيعملوا علاقه، بيجيب لك النور مطفي، انت فاهم، يعني بيخفي الشاشه كده وبتاع وخلص. لا هو قديم الصراحه كان مفتوحين انت خدت ايحاء من غير، مش لازم تشوف الفعل، فاهمني. بالظبط. اهم من الفعل التاثير بتاع الفعل. مسلسل لام شمسيه مكانته فين؟ هو الاول زي ما احنا قلنا مش في موسم رمضان، انا بتكلم دلوقتي هو مكانته. ده بره رمضان خالص، مكانته يتقارن بمسلسلات اوفرول عايشه في حياتنا لا هو من افضل المسلسلات المصريه اللي في التاريخ. يعني انت عارف كان في مسلسل مثلا زمان بيتكلم عن الاغتصاب مثلا بتاع يسرا، عارفين الحاجات بتاعت زمان دي كده. من قوي يعني قصدي المسلسل ده واحد اللي يقول لك ايه ده بتاع 2025، عارف الكلمه دي، ده بتاع 2025. تحت الوصايه ده بتاع 2023. صله رحم ده بتاع 2024. الحاجه دي اللي هو بتميز. انا عندي بس مشكله نسيت اقولها في الحلقه الاخيره، ان مشهد المحكمه مش افضل حاجه. انهي مشهد محكمه فيهم؟ المشهد كله ده الحلقه الاخيره كلها في المحكمه. اختيار الكادرات واختيار نقل الكاميرا من امتى لفين وتروح على مين. بالعكس انا شايفها وتوجيه انا شايفها حلوه ما فيهاش البوزيشننج مشكله. بتاع الممثلين، والزوم اللي كان الزوم ان ده الممثلين ده البوزيشننج بتاع الممثلين ووجود وسام في الكادرات عامل ازاي. المشاهد دي كانت ممكن حد بكتير من كده. بالعكس انا حسيت اختيار زوايا وسام مختلفه. انا حسيت ان هي الدرجه جدا. هو عودني انه بيجيب كادرات بتفجر دماغي جوه المحكمه، جوه القاعه بتاع المحكمه الكادرات كلها عاديه. ده يرجعنا لحاجه. بالعكس انا في وسام معلش في الكادرات بتاعته حسيت ان انا من الصوره بس ان هو مخنوق محبوس، مش محبوس فيزيكال، لا محبوس اتحبس مخنوق من جواه. هم حصروا بالكاميرا، خصوصا لما قال اللي هو الا بالذات زينه، لما جاب حلو وهو لما قال له زينه وانحشر جوه. بس ده يرجعنا لجائزه اسوأ حاجه في المسلسل ده كله، برغم من ال 900 حاجه الحلوه. اسوأ انتاج، انت لغايه اخر لحظه مش متمزج عشان ساعتين التاخير بقى، ده انت عاملينها. المسلسل لسه ما اتفركش من امتى؟ من يومين ثلاثه، من يومين ثلاثه. ده مش طبيعي. لك نهايه وحشه. لا بس كان ممكن يتمزج باكتر من كده. انا زي ما قلت لك، انا شفت كادرات وضع واماكن كاميرا كانت ممكن تتغير تدي افكت اعلى من اللي حصل. ده الكومنت الوحيد. بالعكس خد كام كادر حلو يا اسطى في القاعه من فوق بالظبط. كل بره تمام. اول ما يدخل القاعه نفسها، قاعه المحكمه جوه، كانت الكادرات اضعف ما يمكن بالنسبه لي من كريم الشناوي. يعني كريم يقدر يطلع احسن من كده بكتير. يمكن وقتا اتزنق في الوقت فما قدرش يمثل زي ما بيقولوا. ده كان جوه الشقه يا اسطى، جوه شقه وادانا شويه كادرات. لو واحد عايش طول حياته بيحاول يطلع الكادرات دي هياخد 10 سنين عشان يطلع مجموعه الكادرات دي، خصوصا من حلقات فقره الساحر وحلقات اللعبه وحلقات النور يعني عموما. يعني نقدر نقول اول حاجه اخيره بس عن احمد السعدني، انا مبسوط منه جدا. من ابناء الفنانين من ابناء الفنانين اللي استنوا الواسطه. هل تفتكروا دول اصلا؟ عنده مشكله معاه؟ انا ما عنديش مشكله معاه. لا السعدني لا طبعا، بالعكس لا طبعا، لا جدا. اداؤه الصوتي كان مكتوم قوي، في كلمات كتير وقعت مني. لا ما عنديش كومنت خالص خالص خالص. محمد ممدوح لو مكانه ما كانش هيبقى حلو. صوته وهو بيتكلم على طول مكتوم قوي، فما بيطلعش حلو في الصوت. في كلمات وقعت منه كتير. ما عنديش كومنت. اضطر ارجع عشان اسمع هو قال ايه. ممكن هو منفعل مثلا. انا في الاول قلت في مشكله صوت في المسلسل، طلعت المشكله عند السعداني. مكتوم في كتمه هنا مطلعه الصوت مكتوم قوي مش سامع. ممكن وهو منفعل كمان. ايوه المشهد بتاعه مع المشهد بتاعه مع نيل اللي هو ايه، لا اللي هو بوديه ليه، انا كنت بوديه ليه، ده انا كنت باخده من ايدي واديه له. هيحزني قوي. وهو بيقول هقتله وبعد كده بيرجع طب اعمل ايه اجيب حق ابني ازاي. لا مشهد فشيخ. السعداني عمل اداء تحفه الصراحه ومناسب فشخ. عندما تاتي للواسطه للشخص الصحيح. المسلسل ده يا جدعان والله يعني انت ممكن تقعد فيه كده حلقه بحلقه، تقعد تعمل على كل حلقه بودكاست.
دي حقيقه. وجهه نظر. ومش هتبطل. وخلي بالك عشان في ناس هتقول انتوا بس عشان طالعين من المسلسل فمبهورين وبعد فتره هيقل معاكم زي سبايدر مان نو واي هوم كده. ايش جاب لي جاب؟ لا انا بتكلم اللي انت بتاخد التجربه في الاول بتبقى الهايب وبعديها بتقعد تقل. لا المسلسل ده يعني مثلا بديك مثال تحت الوصايه الهايب بتاعه راح، صله رحم الهايب بتاعه راح، رحله 404 الهايب بتاعه راح، الهرشه السبعه نفس الكاتب والمخرج الهايب بتاعه راح مر سنين. في رمضان اصلا اللي كنت بفتح حلقات معينه فيه واقعد اشوف مشاهد من كتر التمثيل اللي فيها فشيخ، اللي هو عيد 5 دقائق 10 دقائق من المسلسل فشيخه. عموما مش عايزين نطول اكتر من كده عشان احنا فرهضنا، الحلقه تعبتنا نفسيا، الحلقه فرهدتنا عشان تصدر، وربنا يسامح واتشت وشاهد في اللي عملوه فينا، مش هقول اكتر من كده. خلاص. عموما يا اصدقائي هيكلمهم على 50 جنيه بتاعت الاشتراك. عموما يا اصدقائي دي كانت حلقتنا الاخيره في رمضان 2025. احنا اتفرهدنا الشهر ده قوي. انا حاسس هناخد راحه بقى شويه. فاضل لي بودكاست اخير في رمضان، والله العظيم انا جبت اخر. جاي لك يا شاب. استناني. عموما هناخد بقى بريك شويه كده، وبعد كده نرجع بقى بسيفرنس على دير ديفل على سوبرمان على حاجات اكاونتنت 2 الشطه اللي جايه قادما. في النهايه يا اصدقائي كان معاكم امين محمد عبد الرحمن فاروق دياب صديقي. اهلا بكم اصدقائي، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.